واش عمرك تخيلتي باللي داك الكرم اللي كنفتخروا به حنا المغاربه يقدر يولي هو الصندوق الاسود ديال واحد الكابوس ما غتفيقش منه؟ واش عمرك فكرتي باللي لقمه وحده ديال الماكله تقدر تكون هي الاخرى ليك في هاد الدنيا؟ هاد الشيء اللي عاشو دريس واحد الدري في الثلاثينات من عمره، لقى راسو في ليله كحله وسط غابه سميتها دايت عوا جات في جهه إفران، والسم ديال البرد كياكل في العظم. ليلة اللي بدات بدبلوماسو عادي وسالت بواحدة من أغرب وأخطر القصص اللي تقدر تسمعها ودنك. إدريس كان خدام كوميرسيال في واحد الشركة ديال الدواء في مكناس، حياته كلها ماراطون ديال الجرة من مدينة لمدينة. داك النهار تعطل في واحد الاجتماع حتى لديك 9 الليل، كان ضروري يوصل لإفمان حيت الغد ليه مع 8 ديال الصباح عنده واحد الرونديفو واعر مع واحد الطبيب مشهور، كونطرا اللي غتقلب ليه حياته وغتخليه يشري الدار اللي كان كيحلم بها هو مرتو نجاة عيطات ليه في التليفون وصوتها كيرعد بالخوف. ويلي يا دريس فين وصلتي؟ راه الجو ما كيبشرش بخير والضباب بدا كيطيح، بات غير في مكناس والصباح يفتح الله. ولكن دريس بتا مغربيات ديالو وداك الطموح اللي كان عامليه عينيه جاوبها وهو كيضحك. ما تخافيش يا بنت الناس، راه غير ساعه طريق ونكون تما، طوموبيل راه يلا خرجتها من عند الميكانيك علال وربي غيدوز هاد الليله بسلام. يلا غير سيري نعسي باش تفيقي الدراري للمدرسه وسدي عليك الباب بسلامه. قطع التليفون وما كانش عارف باللي هذيك هي اخر مره غيهضر فيها وهو مرتاح. غير فات مدينه الحاجب ودخل في داك الفيراجات ديال دايت عوا، الدنيا تبدلات، الضباب ولا ثقيل بحال الحيط والضواو د الطوموبيل ما بقاو كيبينوا والو. فجاه بدات الطوموبيل كتفشل وواحد الصداع خايب خرج من الموتور، طق طق طق، وتما مات الموتور وسكت كل شيء. داك السكات اللي نزل كان كيخلع بحال إلا الغابة ولات عندها العينين وكتحظي فيك من كل جهة. إدريس هبط والريح كانت كتصفر وسط شجر الأرض بحال شي حد كيبكي. حاول يشعل التليفون ولكن البرد قهر الباطري وطفى عليه في إيده. تما وسط داك الظلام الكحل بان ليه واحد الضو باهت كيرمش من بعيد، ضو جاي من واحد الفيلا قديمة وسط جردة غارقة في الشوك والنسيان. مشى كيجري وبدا كيدق في باب الخشب اللي كان كياكلو السوس. واحد شوية تحل الباب بواحد التزييرة كتقبل ودنين. فتحت ليه واحد المرأة شارفة لابسة قفطان قديم ومكمش، وجهها كان مخطوف وصفر بحال الميت وعينيها فيهم واحد النظرة باردة ما فيهاش الروح. قالت لي بواحد الصوت حنين كيبرش اللحم: دخل يا وليدي، اش جابك تخرج في هاد الليالي؟ راه حتى الديب كيهرب من الخلا، الدار دارك، زيد تفضل مرحبا بك. الفيلا من الداخل كانت بحال شي قبر كبير وبارد، ريحة الغمال مخلطة مع ريحة البخور القديم اللي كيدوخ. الآتات كيبان غالي، كراسي ديال التوب والعود المنقوش، ولكن كل شي واكله الغبرة، بحال إلا هاد الدار ما تخليها حد هذه قرن. الحاجة اللي جمدات الدم في العروق ديال إدريس هي التصاور اللي معلقة في الحيط، تصاور قدام بالبيض والكحل، كلهم وجوههم باينة ولكن بلاصة العينين كانت متقوبة بالمقص. إدريس ما بقاش قاد يحيد عينيه، بدا كيقرب وجهه للتصاور وهو كيتحقق، كيدور عينيه من كادر لكادر. كان كيسول راسو واش هادشي حقيقي وعلاش هاد الناس كلهم بلا عينين. واحد الرعدة خفيفة بدات غادا مع ظهره وهو كيغرق في دوك الثقوب الكحلين، وفي اللحظة اللي كان غادي يمد ايده باش يكيس واحدة من التصاور قطعات عليه السكات الشارفة بواحد التنحيحة خاوية خلاتو يقفز من بلاصتو. شافت فيه بواحد الشوفة غريبة وقالت ليه: والله يا وليدي لا كنتي كتشبه لوليدي بزاف، ما ديش على دوك التصاور، راه خير الماكلات السوس والزمان اللي دار فيهم ما بغى. ولكن ولدي غبر هادي سنين في واحد الليلة بحال هادي. إدريس حاول يبرد الجو وبدا كيهضر معاها من هنا لهنا، سولها على شكون معاها في الدار وهي كتجاوب غير بابتسامة صفرة وكلمات قليلة: أنا والبركة يا وليدي، الدار كبيرة والوانيس قليل. فجأة وقفات وقالت ليه: إيوا انت راك ضيف الله والضيف ما كيتشردش، بلاتي نوض نجيب لك ما قسم الله، غنتهلا في وليدي بحال إلا ولدي اللي غبر عاد رجع لعندي. مشات للكوزينة وغبرات واحد شوية ورجعات حطات ليه واحد طاجين باللحم والبرقوق. ريحته كانت عاطية وكتشهي، ولكن داك اللحم كان مخبي وراه واحد السر كحل. إدريس طاح على الماكلة بلا ما يسميه حتى الله، ومع الجوع والبرد ما ردش البال المذاق في البداية، ولكن في واحد اللحظة حس بشي حاجة قاصحة بين سنانه، جبدها من فمه
وبغى يموت بصدمته. سلسلة ديال الذهب مغطية بالمرقة وفيها واحد العلاقة محفورة فيها سمية ياسين. ياسين هو صاحبه الروح بالروح اللي غبر في ديك الطريق هادي عامين، والناس كلها كانت كتقول باللي خوا البلاد ومشى الميريكان وبنى حياته وما بقاش بغى يجاوب شي حد. إدريس حس بالدوخة والحيط بدا كيميل بيه والضواو كيزهقوا ليه من عينيه. عرف باللي ديك الماكلة فيها شي منوم وماشي طبيعية. دار راسو غادي لبيت الراحة باش يهرب وبدا كيتعكل في خطواته حتى لقى راسو هابط لواحد الكراج تحت الأرض كان محلول غير شوية. تما شاف لغز كيبرش اللحم، لقى ألبوم ديال التصاور فيه كاع الدراري اللي غبروا في ديك المنطقة، وكل صورة مكتوب تحتها واحد التاريخ باللون الأحمر. وفي واحد القنت مظلم طاحت عينو على الحوايج ديال صاحبو ياسين، ولا كارت ناسيونال ديالو مكرفصة وحالتها حالة. فجأة سمع صوت الصباط كيخبط فوق راسو وصوت راجل غليظ كيزعزع الدار. ياك ما فاق الضيفة جديد، العيد هاد العام غيكون كبير والهدية راها واجدة. إدريس عرف باللي ساعته قربات والوقت ما بقاش. هز واحد الفاس كان محطوط في واحد القند وضرب به الشرجم بكل ما عنده من جهد حتى تهرس. نقز وهرب وسط الغابة اللي كانت غارقة ثلج والكلاب تابعين والنبح ديالهم كيزلزل السما. بقى كيجري بلا صباط والبرد جمد ليه اللحم ديال رجليه حتى بان ليه من بعيد الضوء ديال البراج ديال الجدارمية. وصل جهتهم وهو كيغوت بحال الحمق. واحد الجدارمي وقف مخلوع وهز عليه السلاح. وقف تما، شكون انت ومالك في هاد الحالة؟ إدريس طاح على ركابيه وسخ في غلباته، شد في السروال ديال الجدارمي وهو كيترعد. عتقوني الدار اللي الفوق الشرفة، ياسين وصحابي تما راه كياكلونا عشاف كياكلونا. الجدارمي شاف وجه إدريس اللي كان مخطوف وشاحب وقال ليه تهدنا صاحبي، اين هضر كتهضر عليها؟ تما راه كاين غير الخلا. ملي رجعوا معاه للفيلا فاش طلع النهار الصدمة كانت أقوى من الخيال. ما لقاو والو، لقاو خربة مهجورة، الشجر نابت وسط البيوت والسقف طايح هادي سنين وسنين. الجدارمية بقاو غير كيشوفوا في بعضياتهم وقالوا ليه هاد الدار راه مسدودة من الثمانينات فاش وقعت فيها قصة خايبة، ومن تما والناس كيقولوا باللي مسكونة ومحيدة من الخريطة. إدريس رجع لدارو ولكن حياته ما بقاتش كيف ما هي. الحاجة الوحيدة اللي خلات البوليس يحلوا الملف من جديد هي ديك السلسلة اللي بقات في يد إدريس، السلسلة اللي أكدت باللي ياسين وصحابه ما حركوش، ولكن وقعت لهم شي حاجة ما كيقبلهاش العقل. وانتوما واش عمركم وقعت لكم شي حاجة غريبة في شي طريق خالية؟ واش إدريس عاش حقيقة وصح ولا الأرواح هي اللي جراتو لذاك المكان باش يفضح السر اللي بقى مدفون سنين؟ عاودوا لينا قصصكم في لي كومونتير وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. تهلاو في راسكم وردوا بالكم من طريق الليل.